سؤال جالنا على الصفحه: ايه المضاعفات المحتمله لجرثومه المعده؟ جرثومه المعده موجوده تقريبا عند 50% من العالم، وخصوصا في الدول اللي هي مش متقدمه، اللي الموضوع النظافه عندهم اقل شويه، لان هو من اهم الحاجات اللي بيتنقلوا الميه اللي مش نظيفه. طيب لو انا عندي ميكروب حلزوني، نبتدي ندور هل عندي اعراض ولا ما عنديش. لو عندي اعراض ببتدي اخد علاج وبحيث ان انا اعالجه. طب ايه هي مضاعفات الميكروب الحلزوني؟ الميكروب الحلزوني مشكلته ان هو ما بيخش المعده يبتدي يعمل لنفسه زي جيب او مكان يقعد فيه. فالمشكله ان هو بيبقى مزمن. كمان الميكروب ده مقاوم للمضادات الحيويه العاديه، عشان كده لازم ادي 2 مضاد حيوي على الاقل في علاجه. مهم جدا الموضوع ده. طب لو انا ما خدتش علاج ليه، يبتدي يحصل التهابات في المعده. الالتهابات ديت لو طولت تبقى التهابات مزمنه. الالتهابات المزمنه دي تعمل تآكل في جدار المعده. تآكل جدار المعده ده يبتدي يعمل ان الجدار المعده بقى رفيع، بقى ما بيستحملش الاكل العادي. طيب الكلام ده كله بيحصل على مدار سنوات. طب لو طنشت برضه وما خدتش العلاج، تآكل جدار المعده ده بيخش في سكتين: يا سكه يفضل تآكل وما بيحصلوش زياده، يا سكه ان المريض ياخد العلاج ويخف ويرجع طبيعي، يا سكه بعد الشهر يبتدي يتحور خلايا المعده. تحور خلايا المعده ده اللي بنخاف منه. ليه؟ لان تحور خلايا المعده دوت لو انا عندي تاريخ مرضي في العيله ان عندي مشكله، بيبتدي بعد الشهر يحصل الاورام. فمهم قوي ان احنا الميكروب الحلزوني لو عندي وعامل اعراض لازم اعالجه، ولازم ادور على طريقه لعلاجه. في بعض الناس بيبقى عندها مناعه من مضادات كتير، في بروتوكول 1 و2 و3 و4، وفي علاجات جديده للميكروب الحلزوني. لكن مفيش حاجه ان الميكروب ده بيخف لوحده او ما بيخفش وما تاخدوش علاج وما بيعملش حاجه. لا، بيعمل. لان هو من سنه 93 خلاص بقى من البكتيريا اللي بتعمل اورام، خلاص خد الموضوع ده. طب هي كل الانواع بتعمل اورام؟ لا، انواع زي الكاج والفاج دي انواع من الميكروب الحلزوني مهم قوي. لو انا عندي الانواع دي لازم اعالجها، لان للاسف دي بتقلب بعد الشر اورام. طب احنا ما بنشوفش الحالات دي كتير؟ لا، بنشوفها، بس المشكله مش على مستوى الدكاتره العاديه، لكن على مستوى الدكاتره المتخصصه لا، بنشوف الاورام دي كتير من سبب الميكروب الحلزوني. فمهم قوي ان انا اعالج الميكروب الحلزوني، ومهم قوي اتاكد ان انا خلايا المعده عندي اتغيرت، لان لو ما تتغير معناه ان الميكروب ده عندي بقاله سنين.